وينضم معنا في الاستوديو مباشرة الدكتور ثائر العاني الأخصائي في طب المجتمع والأوبئة. بداية نرحب بك دكتور في استوديو حصاد الشرقية. ومرض إنفلونزا الخنازير، يعني ما هو تعريف هذا المرض وما الوقاية التي يمكن بها توعية الناس وما مدى تعرض الإنسان الطبيعي لهذا المرض؟ مساء الخير وشكرا للشرقية على الاستضافة. الحقيقة بالنسبة لمرض إنفلونزا الخنازير من الأمراض اللي كثر الحديث عنها بالآونة الأخيرة. نعم. كونه مرض معدي وتزامن مع فترة قصيرة شهدنا فيها ازدياد في عدد الحالات إلى أن وصل التحديث الأخير لمنظمة الصحة العالمية بتاريخ 1/7 صباح أمس عدد الحالات 77,201 حالة، بيناتها 332 حالة وفاة. ولذلك صار اهتمام على مستوى الناس ومستوى السلطات الصحية والحكومات لهذا الوباء اللي الحقيقة منظمة الصحة العالمية بدأت بمراحل الوباء وانتهت إلى المرحلة 6 وهي أعلى مراحل الأوبئة بالعالم، بعد ما شهد الوباء انتقال لأكثر من منطقة من مناطق العالم عبر الأمريكتين، أوروبا، أفريقيا وآسيا. المرض ينتقل مثل بقية أمراض الجهاز التنفسي العلوي أو الإنفلونزا أو الرشح عن طريق الرذاذ والانتقال الفيروسات من المريض إلى الإنسان السليم. نعم. من خلال الأعراض اللي هو السعال أو العطاس. ووجد أنه هناك محيط 1 إلى 1.5 متر ينتشر بهذا الفيروس المعدي للشخص السليم. بعد فترة نقاهة تكون بين 1 إلى 7 أيام. نعم. تبدي أعراض المرض عند المصاب بشكل يشابه إلى حد كبير الأعراض اللي موجودة في إنفلونزا الموسمية أو ما نسميه طيب الرشح. دكتور، عفوا، يعني مدى يعني بقاء هذا الفيروس في الجو، يعني ما مدة حضانته؟ نعم. بالجو. الحقيقة الأبحاث اللي أجرتها السلطات الصحية في مختلف المناطق بالعالم أثبتت أنه الفيروس على الأسطح نعم. ممكن أن يكون فترة تواجده بين 2 إلى 8 ساعات. نعم. ولذلك ممكن نيجي على مكان ما بي مريض في هذا الوقت، لكن ممكن يكون قبل ساعات اللي هي ضمن فترة بقاء الفيروس حي بين 8 إلى 8 ساعات ممكن أن يصاب الشخص. ولذلك يكون النظافة الصحية والشخصية والتعامل مع المرضى هو حجر الزاوية في السيطرة والوقاية من المرض. إذن هو يشبه الإنفلونزا الموسمية العادية. نعم. يعني لكن أيهما أخطر، إنفلونزا الخنازير أم إنفلونزا الموسمية؟ الحقيقة بالنسبة للإنفلونزا الموسمية نعم. مرض معروف، والأوبئة اللي زامت على العالم من عام 1918 كانت الأزمة الكبيرة اللي نصف سكان العالم أصيب بالإنفلونزا، مرورا بأوبئة متسلسلة صارت لنا صورة واضحة عنه. نسبة الوفيات محسوبة. الآن مرض إنفلونزا الخنازير أو ما يصطلح عليه الآن بالاسم الجديد H1N1 أو الرباعي معاد التصنيف، بدت حالات الوفيات بالبداية تحسب بين نسبة 1 إلى 4%. بعدين لاحظنا الحمد لله نسبة نزلت إلى نسبة 0.5%. الآن الإحصائية اللي ذكرتها لحضرتك تبين لنا أنه نسبة الوفيات حاليا 4 بالألف، وهذا يعطينا مؤشر أنه حاليا سلوك المرض سلوك غير شديد. لكن نقطة مهمة، المرض جديد على العالم، الدراسات غير متكاملة، سلوك الفيروس غير معروف، ولذلك يجب أن نتحسب لهذا الفيروس، ما نوصل درجة القلق أو الخوف، لكن التحسب والحيطة والحذر. طيب، يعني هو خطورة هذا المرض هو بسبب يعني طول حضانته في الجو أم بسبب عدم وجود لقاح مكتشف لحد الآن؟ نعم. بالنسبة مثل ما تعرفين حضرتك المرض الجديد خاصة الفيروسي يحتاج إلى فترة زمنية من 4 إلى 6 أشهر لتحضير الفيروسات وبعدين تحضير اللقاحات حسب الفيروس اللي يدرس. ولذلك الآن سكان العالم ينتظرون بفارغ الصبر إنتاج
لقاح لإنفلونزا الخنازير، لكن هذا الموضوع قد يطول إلى نهاية العام الحالي. ولذلك عدم وجود اللقاح أولا، ثانيا عدم وجود صورة كاملة لسلوك هذا الفيروس كونه مرض جديد، وبعدين الانتشار الواسع. الآن التحديث الأخير اللي صار يوم 1 تموز سبق قبل بيومين 29 حزيران. في هاي الفترة أكثر من 6000 حالة اكتشفت في العالم خلال هاي اليومين، وهذا يعتبر رقم كبير. إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه هاي الحالات هي المشخصة فعليا بالطرق الثلاثة اللي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، اللي هو الطريقة السريعة والتأكيدية وطريقة زرع الفيروس. ولذلك عدد الحالات يزيد بشكل ممكن يكون مقلق. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت قبل 5 أيام أن هناك احتمال 1,000,000 أمريكي، أكرر 1,000,000 أمريكي مصاب بالفيروس في الوقت الحاضر. كيف راح يكون السلوك في المستقبل في الولايات المتحدة، في الأمريكتين، في القارات الأخرى، في منطقتنا العربية، في الشرق الأوسط، هذا ما يكشف المستقبل. بس علينا كمجتمعات تتعرض لهذا الفيروس، سلطات صحية، أن نتحسب لهذا الموضوع. طيب دكتور، إذا يعني ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أن فيروس H1N1 أخذ يقاوم لقاح تاميفلو، هل هو صحيح؟ الحقيقة هو التاميفلو هو عقار مضاد للفيروس وليس لقاح. ومثل ما أسلفنا بالنسبة للقاح قيد الدراسة والإنتاج. العلاج التاميفلو هو علاج عام للفيروسات، وجدوا أنه بعض الحالات لا تستجيب إليه، ولذلك حتى لا تتكون مناعة كاملة لهذا العقار لجأت السلطات الصحية في دول معينة إلى عدم استعماله إلا للحالات الشديدة حتى يتم من عنده الاستفادة المثلى والقصوى في مفعوله ضد الفيروس. طيب كيف يمكن التعامل مع الطفل الرضيع إذا ما أصيب بهذا المرض؟ والله بالنسبة للإحصائيات الحالية في الواقع ما لقينا نسبة ضئيلة جدا من الحالات عند الرضاع، لكن أهم شيء عزل الأطفال أولا، والكبار السن ثانيا، واللي مصابين بأمراض تقل مناعة كالتهابات الرئة وعجز القلب والأمراض المزمنة كالسكر، نعزلهم عن أي حالة ممكن نشك أنه تكون إنفلونزا الخنازير، خاصة للناس المسافرين اللي جايين من دول المرض فيها منتشر. ولذلك مراقبة القادمين من الدول اللي فيها المرض منتشر لمدة 7 إلى 10 أيام يعتبر عامل أساسي وحاسم في تشخيص المرض والوقاية من عنده. نعم، الدكتور ثائر العاني الأخصائي في طب المجتمع والأوبئة، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. فاصل مشاهدينا ونواصل الحصاد.